السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة يوم جديد وفيديو جديد، وجاي لكم بفيديو. طبعا زي ما احنا قلنا في فيديو قبل كده، واختي ام يوسف كانت عندنا، وطبعا لما حبت تروح القاهرة، فانا قلت لها ان شاء الله هنوصلك وناخد عربية ونوصلها لغاية باب البيت. طبعا هي مش اختي بس، هي بنتي، لان هي اصغر حاجة عندنا. وفعلا ده حقيقة، يعني هي بنتي، يعني مش هي اختي بس، لا هي بنتي. وخدنا عربية وتوكلنا على الله على القاهرة. هي طبعا في الجيزة، ومعديين طبعا قدام المتحف المصري الكبير اهو زي ما انتم شايفين. والأجواء والقاهرة يا جماعة، القاهرة يعني بسم الله ما شاء الله. وآدي الأهرامات برضه هيت حاجة تفرح، وحاجة عظمة، وحاجة يعني فخر، مش لمصر والله، للعالم العربي والإسلامي كله. وطبعا بنشكر اخواتنا اللي دعملنا في القناة، واللي بيحبونا، واللي بيبعتوا لنا كومنتات حلوة وجميلة، واحنا والله بنتشرف بكم. وانتوا شرف لنا، وانتوا على راسنا من فوق بلا استثناء. كل اخواتنا، كلكم اخواتنا والله، وربنا يعلم يعني في جميع انحاء الوطن العربي وجميع انحاء العالم. انتوا اخواتنا. وعايزين منكم المزيد، وعايزين ربنا ييسر لنا الامور. وطبعا يا جماعة الحمد لله وصلنا بالسلامة القاهرة. طبعا أخت أم يوسف كانت عندنا في البلد زيارة، وجينا هنا القاهرة. جبنا عربية وعشان نروح لها البيت بتاعها في القاهرة. طبعا هي ما هياش أختي بس يا جماعة، ما هيش مجرد أختي وخلاص، ده هي تعتبر بنتي، لأن برضو هي أصغر حاجة عندنا خالص، صغيرة بتاعتنا خالص. وبرضو برضو ربنا مقدرنا، وانا برضو اللي جوزتها برضو. وجينا بيتها هوت زيارة له، وجينا له في بيتها. وبرضو عشان تبقوا عارفين ان احنا يعني آه، ما بنقصرش في حق اي حد خالص. والحمد لله ربنا مقدرنا وعيني، وطول ما ربنا مقدرنا وعيني ان شاء الله مش هنقصر في اي حد خالص، حق اي حد خالص. و ام يوسف قاعده في القاهره في الجيزه. وطبعا آه، احنا جينا هنا. طبعا هو سفر طويل شويه، بس احنا ربنا ايه يسر لنا الامور يعني، وكانت الدنيا تمام، وجينا في الزحمه والبتاع. يعني زي ما انتم عارفين ايه، احنا بيننا وبين القاهره حوالي 250 كيلو. وبس الوقت ما عادش حاجه ايه، مصر كلها عادت قد كده، لان الطرق بسم الله ما شاء الله يعني حلوه يعني. فبرضه زي ما بنقول، هي مش ما هيش اختي بس، ده هي يعتبر بنتي، وانا اللي مربيها وكل حاجه يعني الحمد لله. وجينا هنا، وهي طبعا برضه بتربي في ايتام برضه، لان جوزها برضه الله يرحمه ابو يوسف، الله يرحمه ابو يوسف اتوفى من بقاله تقريبا اهو 3 سنين، داخل في 3 سنين اهوت. رحمة الله عليه، كان راجل محترم، وكان راجل جدع وكل حاجة، ومات فجأة كده. وطبعا محدش له في نفسه حاجة خالص، وكلنا يعني كلنا ميتين يا جماعة، الله يرحمه. فاحنا برضو اخواتنا واصدقائنا اللي برضو دعمنا في القناة ومشاركينا في القناة ديت، مش بتاعتي يا جماعة، ده بتاعتنا كلنا وبتاعتكم. واللي عنده اي استفسار، عنده اي ملاحظات، عنده اي حاجة،
ان شاء الله اي حد بيقول لي اي حاجه والله احنا بناخد آه، بعين الاعتبار. وعلى فكره انا بقرا كل الكومنتات اللي بينتقدني بقرا الكومنتات بتاعته، واللي برضه بيشيد بي انا بقرا الكومنتات بتاعته. يعني احنا بناخد الامور بصدر رحب يعني. فابو يوسف الله يرحمه رحمه الله عليه آه، مخلف يوسف ربنا يبارك فيه ويحفظه، وجودي ربنا يبارك فيها، وبسم الله ما شاء الله من المتفوقين، وربنا يبارك لأم يوسف في يوسف ويجعله عوض لأبوه يا رب، ويبقى لنا حاجة كويسة كده، واحنا والله منتظرين منه حاجة كتير. ربنا يحميه. فادعوا له يا جماعة ان ربنا يوفقه يا رب. هو الحمد لله نجح في مرحلة تالتة اعدادي في الدول العربية بيسموها يعني اللي هي قبل التوجيهي، هيتنقل بقى توجيهي. فربنا يوفقه يا رب يخش ثانوي عام، ربنا يوفقه وينوله كل اللي في باله يا رب. وينجحه ويبقى حاجة كويسة. والله ما هو نافع على نفسه، مش هينفع حد فينا. ادعوا واحنا له بس والله بالهدايه. ربنا يهديه ويصلح ويبارك فيه. حاله، وابعدوا عن لعبة بابجي دي يا جماعة. لعبة بابجي دي كارثة سودا والله. والله لعبة بابجي ديت لحست مخ جيل كامل. العالم ديت دماغتهم نار، عايزين يودونا في نصيب اللي هي بابجي والالعاب اللي انتوا عارفينها دي. فربنا يهديه يا رب ويبعد عنه بابجي ديت والحاجات الالعاب اللي تاكل عقل يعني الجيل، والله 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 بتاكل عقل بتاكل الجيل. عقل البشر ولاهية العيال، حاجة مقرفة قوي. وربنا يحميهم يا رب. ربنا يحميهم ويوفقهم. فاحنا قلنا نصور الفيديو دهوت لكم ولنا برضه، ونعرفكم ان احنا الحمد لله ما بنقصرش في حق اي حد خالص، وربنا عيننا والحمد لله الامور تمام يعني. ويا حاجه ام يوسف انت ما انتش اختي بس، عارفه والله. انت بنتي. ربنا يخليك انت لاولادك بنتي يا رب. وانت عارفه ان من ربنا نشأتك يعني ما قصرناش في حق اي حد خالص. ربنا و... يخليك لاولادك يا رب، وولاده والله ما انا بعتبرهم. وربنا يبارك في ولاده. انا ما بعتبر ولاده دولت ولاد اخويا، هم ولادي هم اولادك فعلا حقيقي. والله ولادي. هم اولادك. وهم انا كنت لسه ما اتجوزتش بقول له يا ماما. هي دي حقيقه. هم ولادي، ربنا يبارك له فيهم يا رب، ويبارك له في اسلام. ربنا يبارك له في اسلام ويعوضه بيه يا رب. والحمد لله يا جماعه، ربنا ما رزقنيش بفلوس، بس ربنا رزقني باخوات واولاد اخوات، واولادي اكبر نعمه في الدنيا. ربنا ما رزقنيش بفلوس. هو فلوس ايه؟ فايده الفلوس ايه؟ والناس كلها كارهينك، ملاش اي قيمه. خد بالك انا بقول الكلام ده، انا بقول بوجه عام عشان ما تقولوش حاجات الواحد ما بيقولهاش. انا بقول بوجه عام للكل يعني. الحمد لله ربنا اعطاني صحه، ودي احسن نعمه في الدنيا. فلوس بتروح وتيجي ملهاش اي قيمه، وسخ ايدين زي ما احنا بنقول، وزي ما اي ناس بتقول ملهاش اي قيمه خالص ولا لها اي اهميه. فنعمه راحه البال، نعمه صحتك حلوه، ربنا الحمد لله بعت رزقني باولاد واخوات، ودي كلها نعم من عند ربنا. نعم لا تعد ولا تحصى. يعني النعم اللي ربنا عطهالني بلاش عيال، بلاش اخوات، بلاش، عندني لا تعد ولا تحصى. الحمد بلاش. لله على كل شيء. الحمد لله. فاحنا ما احناش ربنا رضينا ومنعم علينا الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. ودي اكبر نعمه ربنا عطاها لنا. الحمد لله والشكر لله. ربنا يبارك لك في اسلام بالدنيا وما فيها. يا رب يا رب، وبارك لك في يوسف يا ام يوسف. وادعوا يا جماعه لابو يوسف الله يرحمه ويغفر له يا رب. ربنا يرحمه ويسامحه. كان راجل محترم، وكان راجل عارف ربنا، وكان راجل صاحب واجب يعني. وحط تحت صاحب واجب ديت 1000 خط.
مش 1000 مليون خط والله العظيم. قسما بالله كان الواحد لما بيجي هنا كان بيبقى عايز يشيل الواحد من على الارض شيء. هو اولا ما دخلش ما سكنش البيت اللي احنا فيه ده يا جماعه، والله ما سكنه، كان له مش بيت حقيقي. تاني وباعه واشترى البيت ده هو، ما سكنوش والله، يعني دفع من حقه مبلغ والله بعد الوفاه اتكمل عليه و... وما سكنوش والله، ولا البيت ولا سكنوا ولا دخل ولا بات في ليل. ما بقتش في حاجة. الله يرحمه ويغفر له. فاحنا ادعوا له بالرحمه والمغفره، والحمد لله على نعمه الاسلام. وزي ما بنقول ربنا انعم علينا بالصحه والعافيه، وده اهم شيء، والخلف الصالح، الحمد لله والشكر لله. والفلوس دي ملهاش اي قيمه خالص 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 خالص. وحب الناس للواحد هي اكبر مكسب في الدنيا. والحمد لله انا سافرت دول كتير ولي علاقات كتير في بلاد كتير، و... والناس كمان المشتركين يقدروا يتحققوا من الكلام اللي بقول عليه دي في الدول دي. بس انا ما برضاش اقول انا اشتغلت فين في المكان فين. ممكن اقول عادي، خد بالك ما تفرقش معايا خالص. يعني ممكن اقول انا اشتغلت في الاردن في المكان الفلاني وكذا، اقول العراق في المكان الفلاني، وتقدر تسال يا حبيبي وتعرف من هو عوض وماضي، والراجل ده كان كويس مع الناس، معاملته ايه مع الناس كده. تقدر تتحقق من الكلام ده بكل بساطه خالص. الحمد لله سيرتنا كويسه بين الناس كلها والناس بتحبنا، ودي اكبر مكسب لنا في الحياه الدنيا دي، ملهاش اي قيمه وفانيه. وان شاء الله ان ربنا احيانا ووفقنا ان شاء الله مش هنكبر الا بيكم يا جماعه، مش هنكبر الا بالمتابعين بتوعنا. فاحنا عايزين المتابعين بتوعنا اللي هم حابيننا يشتركوا معانا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. وان شاء الله هنعمل لكم حاجات حلوه كتير، هتبقى يعني حاجات هتعجبكم قوي قوي قوي، وهندخلكم في حاجات مش بس طبخ، بس حاجات كتير ان شاء الله. وربنا بس يعيننا ووفقنا، وهنعمل لكم حاجات تشرفكم وتشرفنا برضه، وانتوا على دماغتنا من فوق برضه، اللي بينتقد واللي ما بينتقدش واللي بيشيد برضه على دماغنا من فوق، ورأيه يحترم. وده كله ببساطة خالص شرحنا لكم الفيديو ده. طب هتقولوا ايه أهمية الفيديو ده وانت شاغل دماغك بينا وقعدت الفيديو ده يا جماعة، ده يا حبيبي صلة الرحم. هو ما رضاش يخليني اجي لوحدي، قال لازم ده اوصلك. عنوان الفيديو ده صلة الرحم. ما رضيش يخليني، قال لي لا لا انا لازم اجي اوصلك. اي والله. فاحنا هو ده عنوان الفيديو. وصلة الرحم هو الإنسان إيه بدون ما يصل رحمه، هو إيه ما يسواش أي حاجة خالص، ولا يبقى له أي صفة ولا له أي كيان، ملوش أي يعني ما بقاش زي ما يبقى اتحط أصلا لا يطلق عليه صفة إنسان. ده ببساطة خالص. وطبعا ده طبعا هنا الفيديو إن شاء الله خلاص ده اعطينا لكم كل حاجة مجازة بإجازة هي. وزي ما بنقول على طول، دمتم في امان الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله، مع السلامه.